لا بطلع ولا بنزل، واقفة محلك سر. ودلوقتي بقى معانا الاعلان الاول والرسمي لمسلسل ايش ايش. مسلسل ايش ايش بطولة مي عمر وماجد المصري، طبعا اخراج محمد سامي. خلق الحق، انا ما حبيت في حياتي ولا احب زيك ولا اللي ما حبيتوش. انا من ساعه ما شفتك وانا مش عارف افكر في اي حاجه. الوم نفسي اني حملتها فوق طاقتها. وبنت الخالة دي يعني القلب، يعني العش. قلت يا بنت. وهنا مي عمر طالعه بدور اسمه ايش ايش، طبعا طالعه بدور راقصه نفسها تحقق احلامها علشان تطلع بدور المجد وتبقى مشهوره. بس هنشوف طبعا الاحداث بتيجي ازاي. طبعا في اتنين بيحبوها، ماجد المصري. الوم امي على العيشه اللي طلعتنا فيها. وقعتينا مع ناس لا بيكبروا لحد ولا بيرجعوا حق لاصحاب. بس انا مش هسيب حقي، ورحمه ستي ما هسيب حقي. وهنا مي عمر او ايش ايش طالعه عايزه تجيب حقها وبتدور على بتتعرض لظلم ونفسها تجيب حقها، وهتتعرض لاحداث كتير جدا هنشوفها مع بعض في المسلسل ان شاء الله. حطوا لايك واشتركوا في القناه وبس كده، باي. انا اوحش حاجه مش حباها في الموضوع كله انها الاعلانات، وان هي الحلقه هتقفل على حته يعني مشهد يخلينا قاعدين متوترين لحد تاني يوم عشان نعرف ايه اللي هيحصل في المشهد الجديد. طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناه عندي، يا ريت تنزل تشترك في القناه وتحط لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات واكتبوا اللهم بلغنا رمضان، لو فاقدين ولا مفقودين. وطبعا معاها المخرج الكبير محمد سامي جوزها طبعا. وعايزه اقول لكم ان المخرج محمد سامي بينقل المسلسل في حته تانية، وانا عن نفسي بحب تمثيل مي عمر جدا وبستنى مسلسلاتها بجد. انا السنه اللي فاتت اتفرجت عليها في مسلسل نعمل افوكاتو، والسنه دي ان شاء الله هتفرج على ايش ايش، طبعا بطوله انتصار وشيماء سيف وماجد المصري.